يا مساء الفل والهنا، مساء السعادة، مساء الاستقرار، مساء الحب والرضا بكل أقدار الله. مساءكم حلو وجميل زي قلوبكم إن شاء الله. يلا بينا نبدأ مع بعض ونشوف فيديو النهاردة. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ الدنيا لسه حر ولسه صيف، وفي الصيف ما بيبقاش لينا نفس للاكل ابدا. تعالوا نشوف. انا جبت حلة وجبت طاسة، حطيت في كل حاجة منهم حتة زبدة وحتة زيت وشوية زيت عشان الزبدة ما تتحرقش مني. قعدت افكر يا حنان تعملي ايه، يا حنان تعملي ايه. محدش ولا صغار ولا كبار قادرين يبصوا في الطبيخ ابدا، ولا ليهم نفس ليه، كل عاوز نواشف. المهم جبت الطاسة دي، بعد ما حطيت فيها الزبدة وحطيت فيها الزيت، حطيت ملح وفلفل بس فقط لا غير، ما حطيتش اكتر من كده. كان عندي بقى شيش في الفريزر، قمت طلعته، ولما فك قمت حطاه زي ما انتوا شايفين في الطاسة كده. حطيته زي ما هو وسبته. اقلبه؟ لا، ما اقلبوش ابدا، لسببين. اول سبب عشان ما ينزلش ميته، وتاني سبب علشان يفضل الفراخ طرية. لو الفراخ نزلت ميتها بتفضل تنشف. فالحل ايه؟ ان انا ما احطش الفراخ غير على النار، الطاسة تبقى حامية موت، حامية جدا، وبعد كده ما اقلبهاش ابدا الا لما الوش اللي انا حطيت عليه يتحمر تماما. وفي الحله بتاعتي جبت بالظبط كده، بعد ما حطيت ولعت النار على حته الزبده وشويه الزيت، حطيت 3 معالق دقيق بالعدد، ولا اكتر ولا اقل. حطيت كوبايه لبن وكوبايه وقصادها كوبايه ميه، وقلبت. وبعد كده حطيت مكعبين مرقه دجاج، وحطيت شوية ملح وشوية فلفل. عايزة تستغني عن الملح خلاص، بما انك حاطة مرقة الدجاج، عايزة تقللي مرقة الدجاج وتعوضيها بملح وفلفل، مفيش مشكلة ابدا. حطيت انا بقى شوية بيكنج باودر. البيكنج باودر لما ببقى عاملة بشاميل خفيف بيخليه دايما طول الوقت سايح وما يمسكش في بعضه. خلاص سبت بقى البشاميل على النار، وهضربه بقى بالهاند بلندر كويس علشان افك اي تكتلات فيه، او بالويسك المضرب يعني اليدوي، او حتى بالشوكة او بمعلقة كبيرة. انا ما حركتش الفراخ من مكانها ابدا غير لما اتحمرت كويس جدا. اظن انتوا شايفين اهو زي ما انتوا شايفينها في الصورة كده بالظبط في الفيديو. قلبت بقى واتأكدت ان انا قلبت كل واحدة على الناحية التانية تقليب كده. شايفين؟ مسكتها كده وقلبتها الناحية التانية، مش تقليب ان انا اقعد اقلب اجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق. جبت بقى بصلة كبيرة، بصلة حمراء، ممكن تعملي بصلة صفراء برضه او بصل ابيض عادي. وقطعتها حلقات كبيرة شوية وحطيتها من فوق وش الفراخ، ما حطيتهاش تحتيها ولا قلبتها ولا حاجة، لان هنحط فلفل الوان، والمطلوب في الاكلة دي البصل والفلفل الالوان يبقوا نص سوا، ما يبقوش ولا دبلانين قوي ويدوبوا في وسط الفراخ، ولا يبقوا ناشفين قوي وكأنهم مش مستويين. انا بقى فضلت اظبط في البشاميل شوية لبن مع شوية مية وشوية لبن مع شوية مية لحد ما اوصل للقوام اللي انا عاوزاه. طب ايه هو القوام اللي احنا عايزينه للاكلة دي؟ نفس القوام بتاع الصلصة بالظبط، نفس القوام بتاع الصلصة بالظبط. صلصة المكرونة بعد ما بنسبكها، ولا بتبقى تقيلة قوي زي المهلبية ولا بتبقى خفيفة زي المية. بدوق بقى طبعا وبشوف لو ناقصها ايه، لو ناقصها اي حاجة. بصوا، جبت بقى الهاند بلندر وقلت علشان افك اي تكتلات موجودة في طبقة البشاميل. عايزه اقول لكم ريحه البشاميل بقى بالزبده مش قادره اقول لكم. والوصفه دي بتبقى جميله جدا لو اللبن لبن حليب يعني، ولا بخير، ولا الحاجات اللي هي لونها ابيض، ولا تمت للبن بصله دي. قلبت بقى كويس وانا مهديه النار. وبصوا القوام، هو القوام بيبقى عامل كده بالظبط. بصوا البصله بقى دبلت وهي فوق الفراخ زي ما هي، ولا انا كنت قلبت ولا حاجه. وبدات بقى اقلب خلاص الفراخ لما اتاكدت ان هي مفيش فيها ميه، وخلاص هي اتحمرت كويس فمش هتنزل ميتها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو وصلتوا لحد الجزء ده معايا في الفيديو دوسوا لايك
واكتبوا تعليقاتكم الحلوة الجميلة، ربنا يبارك فيكم يا رب. بفرح بكل كلامكم الجميل، هو اللي بيشجعني وبيحفزني ان انا دايما افضل اعمل ليكم فيديوهات. وكمان لو ليكم اي تعليقات على الفيديو، اي حاجة انا مش بوضح طريقتها، اسألوني. بصوا بقى الفراخ دي انا كده حطيت بقى فلفل الوان اصفر واحمر واخضر. الفراخ دي هي طريقة الشيش طاووق بالظبط، اللي من غير العصيان. يعني عندك شيش وعايزة تعمليه من غير عصيان، عايزة تعمليه بسرعة، ده بيتعمل بالظبط في 20 دقيقة. يعني لحد دلوقتي دي أكلة الشيش اللي هي من غير عصيان. حاجة كده طعم خيال، مع بطاطس وطحينة وفي ساندوتشات فينو تتعمل، مفيش أجمل ولا ألذ من كده. مع مكرونة بالصلصة مفيش مشكلة، مع رز بسمتي، مع رز بالخلطة، مع رز وملوخية برضو هيمشي، مع رز وخضار مش هتقول لأ. جميلة جدا. بص بقى انا هنا برضو كنت سايبه البشاميل يبرد، لما برد لقيته بقى ان هو ايه تقيل ومسك نفسه، قمت بقى ايه يعني قلت لازم اخففه شويه كمان عن كده. المهم رجعت بقى تاني للفراخ، خلاص الفراخ كده خلصت. اخدت وقت؟ ما اخدتش وقت خالص، وفي الحقيقة بتاخد من 15 ل20 دقيقة بس، عشان ايه ما نطولش عن كده. طب دي ينفع تتعمل بالصدور؟ لو هنعملها بصدور الفراخ اللي هي البانيه هتاخد وقت اطول من كده، علشان البانيه بيبقى لحمه مش طري زي لحم الايه الورك. بصوا خلاص خففتها، ده بقى القوام اللي انا عايزة اوصل ليه، نفس القوام اللي انتوا شفتوه ده. هدلق بقى الشيش. انا عايزه اقول لكم الريحه مش معقول، ولا الطعم، طعم بقى الوايت صوص لما تحط عليه الفراخ والفلفل الالوان، يا خبر ابيض. اوعوا تسيبوا شويه اللي في الطاسه، دول بقى اللي فيهم البهاريز كلها والطعم كله. انا بقى ما توصيتش وما سبتش ولا فتفوته، ونزلت كل اللي في الطاسه. وانتي كمان تعملي كده. الكمية الفراخ دي كيلو شيش، والوايت صوص ده يكفي. بصوا انا عندي الولاد ما بيحبوش الوايت صوص كتير، مش بيستلذوه قوي، فانا عامله الكميه دي على 2 يعني على بالظبط على 800 جرام. 800 جرام من المكرونه اخدوا كميه البشاميل دي. لو انتي بتحبي اكتر من كده فانتي بقى تزودي او تقللي المكرونه. الاكله دي طبعا بتتقدم بشكل غير اللي انا قدمته ده. انتي بتحطي المكرونه البيضه في شويه زيت على النار، ولما يسخن الزيت تنزلي بالمكرونه وتقلبيها عشان تبقى ايه متفرقه وبتلمع وحلوه. وتحطي في الاطباق المكرونه بيضه زي ما هي، وتحطي الوايت صوص من فوق كل طبق بالشيش اللي جواه، وتحطي على الطبق 2 شيش. انا هبقى اوريكم التزيين في مرة وتقديم الطبق ازاي، هنزله في شورت من الشورتز. وعندنا النهاردة مسابقة، انا موطية صوتي عشان الناس اللي متابعاني بس هي اللي تحل المسابقة وتعرفها. كل الناس اللي نوروني في القناة ربنا يبارك فيكم يا رب، انتوا نورتوا القناة فعلا. انا نزلت بقى خلاص المكرونة كلها، وهبدأ بقى ان انا اقلبها. عايزه اقول لكم كل العيال لما دخلوا، كل اللي يدخل من باب الشقه او يعدي من قدام المطبخ يقول لي ايه ماما ده، ايه الريحه ماما الجميله دي، ايه يا ماما الجمال ده، فعلا انت عامله ايه النهارده. عايزه اقول لكم بقى الريحه تحفه جدا. عايزين تقللوا طبعا المكرونه عن كده قللوا، انما احنا يعني الولاد بيحبوها كده، ما يحبوش الوايت صوص ولا طبقه البشاميل تبقى كتيره. طبعا كل ما سبتوا قطع الفراخ اكبر كل ما هتبقى اجمل والذ، كل ما الفراخ بتكتر في الاكله دي كل ما تبقى احلى. ربنا يا رب يوسع عليكم وعلينا وعلى المسلمين، ويرفع عننا الغلاء والاوبئه، ويرفع عننا كل حاجه وحشه، وربنا يا رب ردنا اليك يا رب ردا جميلا. بصوا بقى الجمال، والله الطبق مفيش اجمل من كده، حاجة تحفة. بصوا بقى ما شاء الله اللهم بارك، جربوا الطريقة دي وقولوا لي ألذ طعم للوايت صوص بجد بجد، يعني حاجة خطيرة، تاكلوا منه ما تشبعوش. ولا الفراخ وطعمها يا خبر ابيض، وبصوا بتتفك كده فككان. المهم بقى
الحمد لله رب العالمين. اتغدينا، ده كان غدا وعشاء في نفس الوقت لان الوقت كان خلاص متأخر. اتغدينا والولاد كانوا قاعدين يقولوا احنا يعني ما سافرناش زي كل سنة ما متعودين نسافر. ما سافرناش غير يعني اوقات قليلة قوي والدراسة خلاص داخلة. انا بيني وبينكم عمري ما تخيلت ان انا ممكن اسافر تاني. يعني انا خلاص كنت تعبت جدا في الصيف ده. حتى كل مرة مثلا بنرجع من السفر في شنط معينة بسيبها زي ما هي، اقول عشان لو طلعنا يومين ولا حاجة تاني يبقى الشنط زي ما هي. مثلا يعني على سبيل المثال شنطة الأدوية، شنطة الحاجات الهدوم اللي هي للطوارئ انا بشيلها اللي ما بتستخدمش اصلا بس باخدها معايا في السفر. كل ده ببقى سايباه. الشنطة اللي فيها البرانس والحاجات دي بتاعة البحر. المرة اللي فاتت دي لما رجعت على يدكم كنتوا معايا خطوة خطوة في التنظيف. شلت كل حاجة ولميت كل حاجة على اساس ان انا واثقة خلاص لو ايه حصل عمري في حياتي ما هسافر تاني خلاص. فقام باباهم قال لهم يلا لو عاوزين تسافروا يومين يلا بينا. مسابقتنا بقى النهاردة يا ترى احنا رايحين فين. المسابقة بقى النهاردة ممكن يعرفها الناس اللي متابعاني من زمان. قولوا بقى يا ترى احنا رايحين فين. ومين اللي هيعرف الإجابة واللي هيفوز بالجايزة هيبقى أول واحد يقول الإجابة المظبوطة. والجايزة قيمتها 100 جنيه تصرفوهم في الهنا. وإن شاء الله بإذن الله لما القناة تكبر ويجي منها أرباح المسابقات هتبقى أكتر والجوائز قيمتها هتكتر. عايزة أقول لكم بمناسبة دخول الدراسة أنا حاسة إن أنا مجنونة إني مسافرة في الوقت ده. لكن اخلي الولاد تنبسط وربنا ييسر لي فيه الخير يا رب. عايزه اقول لكم ان وقت الدراسه بلاش تبوظوا علاقتكم بولادكم. الدراسه يعني هي وسيله انما مش غايه ابدا. لما ابنك يطلع مهندس يطلع دكتور يطلع عالم يطلع ليه شأن في اي مكان مش هيفتكر لك انك طلعتيه دكتور او مهندس. هيفتكر انك كنتي بتزعقيله كنتي بتهنيه كنتي بتضربيها كانت العلاقة بينك وبينها متوترة كنتي دايما مش طايقاها طول الدراسة. لا. عايزة اقول لكم ان احنا يعني الله المستعان في التعليم اللي مش افضل شيء والمناهج مش افضل شيء. يعني لازم انتوا تبقوا اذكى من ان انتوا تبوظوا علاقتكم مع اولادكم علشان التعليم. عارفين لو الاولاد ما اخدوش حنية ورعاية واهتمام واحتويتوهم وبقيتوا اصدقاء ليهم لما يكبروا حتى لو دكاترة ومهندسين ومدرسين هيبقوا فشلة حتى نفسيا مش عمليا. مش هيفتكروا ابدا يا دي ماما دي الله يرحمها كانت بتصوت في وشي كل ما تشوفني في الدراسة. دي ماما دي ما بطلتش تلطيش فيها. كنت بموت فيها بسبب ما هي بتلطش فيها. في عيل ممكن يقول الكلام ده او عيلة؟ طبعا لا. فهونوا على نفسكم. الانسان لازم طبعا يذاكر ولازم يشوف اللي وراه. لكن مش معنى ان انا اذاكر معنى ان انا ادمر علاقتي ببنتي. معنى ان انا كل ما اشوف وشها اصرخ فيها. لا. المناهج فعلا مش كويسة ابدا بالنسبة للاولاد ومش هي افضل شيء. فاحنا لازم نبقى عارفين ده وفاهمينه. المذاكرة طبعا لابد منها لكن ما تدوش الامور اكبر من حجمها. يعني سبحان الله العظيم دايما افتكروا كده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأصل في الخلق العبادة. طبعا الله سبحانه وتعالى ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أمرونا بالتعلم. تعلم العلم الشرعي والعلم الدنيوي. إنما ده بحاجة ما تضرش نفسيتنا. بلاش الضرب بلاش العصبية بلاش التوتر بلاش الحرمان من كل شيء. بلاش نخلي الدراسة في حياتنا هي بعبع. احنا ممكن نذاكر في النادي. زمان ما كناش مشتركين في نادي كانوا ولادي لسه صغيرين كنا نقعد نذاكر في البلكونة. طب اختار البلكونة ليه؟ اقوله تغيير جو كأننا خرجنا كأننا قاعدين بنذاكر في الشارع. ممكن يبقى المذاكرة جواها شوية ضحك. انا عايزة اقول لكم يعني يا رب يعني يحفظ اولادي واولادكم ما شاء الله اللهم بارك. احنا اوقات يجي علينا وقت في عز الامتحانات بنبقى بنضحك طول الوقت ونقول ده ايه ده احنا النهاردة قضيناها. قعد حتى هزر معايا وقال لهم نضحك الترم ده ونذاكر الترم اللي جاي. فهونوا
امتنوا على نفسكم قبل ما تبدأوا مذاكرة، قولوا بسم الله، لان بسم الله بتسهل كل شيء. خلوا الذكر دايما في لسانكم، خلي دايما ان ربنا الله يا رب، اللهم فهم اولادنا يا رب، ربنا يفهمهم لينا ان شاء الله باذن الله. يا رب ولادكم يدوموا في صحة وعافية وخير، ويجعلهم من الصالحين. عايزه اقول لكم بقى، بصوا اول ما قالوا هنسافر قمت مشطبه المطبخ على طول، نسافر نسافر خلاص. يعني انا هقول للسهر لا، ده الواحد ما بيصدق يشم الهوا. المهم ما نبقاش معقدين ونكركب الدنيا فوق دماغنا. وضبط الأوضة زي ما انتوا شايفين، وكان عندي غسيل نشرته في المنشر الداخلي، والأوضة بقت تمام وزي الفل، والمطبخ بقى زي الفل. واشوفكم بقى كده بعد السفر وتقولوا لي يا حلوين احنا رايحين على فين. وما تنسوش اللايك، والسلام عليكم.